السلام عليكم غزالات ديالي. اليوم جيت نشارك معكم هاد القنينطات ولا هاد لينام ازياتيك اللي كيجيو روعه، كيجيو رائعين في لذاذين. المهم انا هنا صورت لكم النتيجه اللي كنت درتها في برنامج رمضانكم مبروك على قناه تيلي ماروك، وان شاء الله غنتشارك معكم حتى في الدار كيفاش اليوم درت ليها. غنشارك معكم هاد الوصفه ديال لينيم ازياتيك. بالنسبه للمقادير كيف كتشوفوا سهله وماشي صعيبه. عندنا واحد 200 غرام ديال خيزو مقطع على هذا الشكل، وليشو حتى هو مقطع على هذا الشكل. عندنا واحد الصدر ديال الدجاج، عندنا البصله او البصله الخضريه ولا البورو. والمكون الرئيسي في هذه الوصفه هي الكينوا. عندنا باش منسمات غنديروا الزنجبيل. عندي الثومه، بزار حبوب، ورقه سيدنا موسى، الزعتر. هنا عندنا قزبر ومعدنوس والورقه. بالنسبه للصوص عندي صوص نيوكمان، صوص سويشيلي، صوص صويا، زيت زيتون. بالنسبه للطريقه كناخذ صدر ديال الدجاج، كنحط معاه البورو ولا البصله الخضاريه غير الجدوره، كناخذ الثومه صينه كنقسمها على جوج، ورقه سيدنا موسى، الحبوب ديال البزار، الحامض مقسوم على 4 ولا على جوج بحال هكا كما هذا، كندير الزويته بلديه وكنديرو كيتقلى شويه في البوطه، وكنضيف عليه الماء. هنا ضفت الزعتر، ممكن تضيفوا الازير والزعتر اي منسم عندك، ومليحه، وخليه كيطيب على خاطرو حتى كتحسوا بالسر راه طاب ولا طري معاكم صافي، وغادي نرويه ونخليه يطيب. بالنسبه للكينوا هي هذه، انا هنا خدمت بلون واحد اللي هو الاحمر، هي فيها 3 الالوان، الابيض والاسود والاحمر. هذه هي الصوص اللي طيبت فيها الدجاج اللي صفيته وخديت الماء ديالو، غنطيب فيه الكينوا كيف كتشوفوا. غادي نخليها تطيب حتى كيبان ليا واحد الضفر غيبدا يتحل فيها. الوقت اللي غيبدا الضفر يبدا يتحل غادي نحول الخليط لمقله كبيره اللي ممكن نحرك فيها جميع الخضره. غنبقى نحرك في هذيك الكينوا مع هذيك لاصوص اللي غتعلك كيف شفتوا تعلكات، وغرمي عليها البصله الخضاريه باش تعلك ليا حتى هي مع ديك الصوص. كيف لاحظتوا ما ضفت لا ملحه لا حتى شي حاجه، لان اصلا الصوص ديال الدجاج فيها منسمه بالاعشاب ومنسمه بالملحه، يعني ما يحتاج دابا نضيف الملحه. نبقى نحرك ما حدي وانا كنحرك، وداك الضفر ديال الكينوا غيبدا يبان ليا، بدا كيبدا يخرج سبحان الله واحد الضفر بيض. صافي هنا غنبدا نضيف البصل وغنضيف حتى الخضره كامله، غادي نشحرها مع الكينوا. صدقوني كتجي حشوه مغيره صحيه، لان الكينوا فيها دي فيتامين، والخضره كذلك ما غاديش نطيبوها مزيان، غادي ناكلو شي حاجه صحيه. بعد ما نزلات هنا البصله غادي نضيف الجزر، وغادي نضيف حتى ليشو. هنا عندي الفلفله كونجلي، ممكن تضيفوها ممكن ما تضيفوهاش، هنا كانت عندي موجوده ضفت واحد نص زلافه صغيره. غنضيفو ليشو كيشد الطياب شويه، هو بصراحه راه دغيا كيطيب. دابا الخضره زوينه كلها. من بعد من ليشو غادي نضيف الخيزو. بالنسبه لليشو قطعته هكا كنقسمها على النص، وكنبقى نقطع بشويه بشويه حتى كنخرجوا بهذه الطريقه. اما خيزو راه كنخرجوه بالحكاكه. شفتوا اللوينات كيف التناسق ديال الالوان. الكينوا هكا انا اختاريتها بالاحمر باش يخرج لي اللون مغاير على الخضره، كتعطي واحد المنظر زوين،
وحتى في المذاق راها زوينه. هاد الحشوات كيبغيو الناس اللي يديروا الهيلتي بزاف راه كتجي رائعه وصحيه. هنا غادي نضيف خيزو مع التحريك بشويه بشويه والعافيه. هنا كنديرها مجهده باش ما يطلقش ليا الخضره، ما بغيتهاش تطلق ليا الماء. غادي نضيفو لي صوص وغادي ديك الساعه غنسم على حساب الريحه اللي طالعه. يعني كتكون واحد الريحه روعه طالعه من هذا الخليط والتجانس ديال الخضر. في هذا الاثناء راه كيكون الدجاج عندي برد، غادي نقطع الصدر مربعات صغيره. ممكن تضيفوا حتى شامبينيون طري، حتى هو ممكن تضيفوه في هذا الاثناء. نضيفو صوص ميوكمون، نضيف صوص صويا، نضيف الحار، بالنسبه للصوص كيف شفتوا ضفت صوص نيوكمان وصوص صوي وضفت حتى الحار. بالنسبه لواحد الصوص هنا ما كانتش موجوده عندي، اللي هي صوص سويشيلي اللي هي كتكون حاره حلوه. انا هنا عوضتها بشويه ديال السنيده الحمراء باش نخرج هذاك الطعم ديال حار حلو، داكشي علاش درت الهريسه. اما الا عندكم داك الصوص ممكن ما تستغناو على الهريسه. هنا غادي نضيف اخر مرحله اللي هي المعدنوس. كذلك غنضيفو طريفات ديال الدجاج ونحرك الحشوه مزيان وصافي. الحشوه راه واجده وديك الساعه نعمر لينام ديالي كيجيو بنانين. بالنسبه لي انا راني درتهم في الفران. نتوما لا بغيتو تزيدوا في هاد الحشوه، يعني لا بغيتو تقليوهم غادي تبانيوهم، غادي تغطسوا لينام ديالكم في البيض، من بعد غديروه في الشابلوغ وتقليوهم. راه كيجيو روعه مع داك الكروكون ديال الشابلور مع الخضره، راه كتجي رائعه. هنا كنبرد في الحشوه باش غادي نبدا نعمر لينام، ولا ممكن نديرو قلينطات او لا ممكن نديروهم حتى بريوات. وهاد الحشوه ممكن تعتمدوها ديروها بزاف حتى العجين 10 دقائق حتى هي كتجي فيها زوينه. هنا خديت الورقه الكبيره قسمتها على 4، خرجت منها 4 مثلثات وكنبدا نعمر. كندير شويه ديال الحشوه وكنعمر بشويه بشويه حتى نكملهم. بالنسبه لي انا غادي ندهنهم غير بالزويته، ما كنسدهمش بالدقيق، كندخلهم الفران. الا كنتو غادي تقليوهم ضروري خاصكم تسدوهم بشويه ديال خليط ديال الدقيق والماء، ومن بعد بانيوهم ديروهم في البيض وحتى البيض ومن بعد الشابلور. كيجيو رائعين في القليام الصراحه. غير انا كنبغي نسهل عليا كنديرهم في الفران. هذه هي النتيجه، كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى، ان شاء الله في رمضان نتلاقاو مره اخرى. رمضانكم مبروك، وسمحوا لي ان شاء الله غادي نعاود نحط تاني الجديد. كنغبر عليكم وغنرجع تاني ان شاء الله.